بل خرج علينا أحد علماء الشيعة وفسر قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ويبقى وجه ربك هو المهدي. كل سيموت إلا المهدي عياذا بالله. شاهد معي أيها المشاهد والحكم لك، هل هؤلاء مسلمون؟ الآية الكريمة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل المراد من وجه الله في الآية الكريمة الحجة عجل الله فرجه؟ قطعا، وهذا المعنى واضح. وجه الله هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والوجه الظاهر بيننا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كما سمعت، الحجة أي مقصود به إمامهم المهدي. حينما يقول إمامنا أو الحجة أي إمامهم المهدي هو وجه الله، كل من عليها فان ويبقى المهدي ذو الجلال والإكرام. هل هذا إسلام؟ هل هذا هو دين الإسلام؟